السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام من كلام بنات شباب سوري. حابين نستعرض هجمة تاون ليفل 9 على تاون ليفل 10 ماكس. الصراحة الهجمة هجمة صراحة خرافية ومدروسة لأبعد الحدود، وأنا باعتباري انه هاي الهجمة هيدي اقوى هجمة شفتها في تاريخ كلاش، من تاون ليفل 9 على تاون ليفل 10 ماكس، وتصميم صعب جدا جدا. وراح نشوف نستعرض هالهجمة، وانتو راح تحكموا ان شاء الله من خلال متابعتكم للهجمة ولايكاتكم وتعليقاتكم. نتابع الهجوم، نشوف الهجوم. حط اول شي تسريع واثنين منطاد، طلع الدعم دمر برج الارشر، حط حبة منيو. طبعا المنيو ما في مين يضربه، برج الارشر تدمر. طلع الملكة كمان، هلا هي والتنين وجها الى وجه. طبعا التنين شغل خاصية، باي باي يا تنين. هلا من الجهة المقابلة نزل حبة منيون، بعدين الملك عطاه خاصيته قتل الملكة، يعني دعموا ملكة هلا خالصين. بلش من الزاوية اليمين، 6 حبات منطاد يمين ويسار، عطاهم تسريع كمان من هالجهة كمان 5 حبات منطاد. طبعا المنطاد نزلوا يمين ويسار بحيث انه يتفرق المنطاد يروح على كل برج ويدمره. خلص من الاطراف الدفاعات بقيان يعني مثل كأني عم يضيق انه الدفاعات بشكل مصغر، بحيث انه يلتقوا عند نقطة رامي السهام يلي بالنص ويتجهوا مباشرة على الانفرنو برج النار. عطاهم خاصية التسريع، شوف عطى تجميد يسار، عطى تجميد يمين للانفرنو، وقفت حركته الانفرنو. تابع المنطاد شغله، دمر برج النار، دمر تيسلا. طبعا اخر برج تيسلا. هيك البيت صار هلا غنيمة للمنيو يلي متوزع على اليمين. طبعا نزل منيو يسار ونزل منيو يمين، بحيث المنيو ما يروح لا يشطح يمين ولا يشطح يسار، صار ينظف من اليمين من اليسار لحتى يتجه مباشرة على التاون وياخذ النجم الثاني. شوف شو صار هلا حاليا. شوف المنيو كله نزله واتجه مباشرة على البيت. كان البيت بثواني كان خالص البيت. الله يعطيك العافية يا عقرب. طبعا العقرب هو هشام، قائد هشام جعفر، قائد كلان بنات شباب سوري ليفل 11. الله يعطيك العافية يا هشام على الهجمة الحلوة، وبتمنى انه هالهجمة تكون فعلا اقوى هجمة في تاريخ كلاش، من بيت ليفل 9 على بيت ليفل 10 ماكس. لا تنسونا باللايكات والاعجابات والتعليقات. يعطيكم العافية، وان شاء الله نلتقي بفيديوهات جديدة وحروب قوية وهجمات قوية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.